خلي بالك لو تليفونك من سامسونج A25 اوعى تكون مفكر انه زي ما مكتوب انه يستطيع الغمر داخل الماء، انه ينزل في المية ويغوص. الموبايل ده اهو سامسونج A25 عليه حماية من المية اللي هي IP67، يعني برضو حماية عالية ضد الصدمات وضد الغبار كمان. ده المفروض المكتوب في الحماية بتاعته، ولكن للأسف الموبايل ده نزل في الغسالة لمدة يعني لا تتعدي 3 دقائق أو 4 دقائق أقصى حد لي عن طريق الخطأ. بعد ما طلع على طول راح لفني، اتفك وتنشف وتنظف، ولكن الموبايل للأسف ما اشتغلش. الموبايل ايه؟ سامسونج A25. طب التليفون ده ايه مواصفاته، وهل ينفع اشتريه؟ وبعد اللي حصل من موضوع المية ده هل ينفع اقتني الجهاز ده ولا لا؟ مواصفات الموبايل ده كالآتي. أول حاجة معانا المعالج بتاعه ثماني النواة 1280 من إكزينوس تكنولوجيا 5 نانو. وعندك التخزين بتاعه بيجي معاك بمساحة 256 أو 128 مع رامات 6 جيجا رام أو 8 جيجا رام. وكمان الكاميرا بتاعته الخلفية ثلاثية 50 ميجا بكسل مع كاميرا أمامية 13 ميجا بكسل، يعني حاجة محترمة وكويسة في التصوير. الشاشة بتاعته 6.5 بوصة بقوة فول اتش دي بلس سوبر أميلود. بيشغل معاك اندرويد 14 مع بطارية بقوة 5000 ملي امبير. اعرف كده معايا العيوب بتاعته قبل ما اقول لك على مميزات بتاعته. اول عيب معانا ان حواف الشاشة بتاعته كبيرة نوعا ما، وعلبة الموبايل مش بتحتوي على اي اكسسوارات الا وصلة الشاحن. مش بيدعم معاك استخدام شريحتين اتصال في نفس الوقت، يعني يا شريحة وكارت ميموري يا شريحتين من غير كارت ميموري. المعالج بتاعه اكزينوس يعتبر كويس ولكن مش الافضل في الاداء. سرعة الشحن بتاعته 25 واط، يعني يعتبر يعني متوسط، مش الفئة العالية في ال 45 واط. اداء متواضع في الكاميرا وشبكة الواي فاي، ولكن نوعا ما معقولين وكويسين. طيب ايه مميزاته؟ ايه اللي يخليني ان انا اشتريه؟ اول ميزة معانا انه سماعات ستيريو صوتها قوي وواضح جدا جدا. تاني ميزة معانا تجربة تصوير جيدة في الإضاءة العالية في الكاميرا الخلفية الأساسية مش الأمامية. وكمان بيدعم معاك تصوير ال 4K. شاشة سوبر أمولود بدقة ممتازة تحت أشعة الشمس، هتشوف فيديوهات بيه شكلها تحفة وممتازة. معدل التحديث عندك 120 هرتز، يعني حاجة محترمة وممتازة. بصمة عندك سريعة بمجرد اللمس في نفس اللحظة. ايه محتويات العلبة اللي جواه؟ ولا حاجة غير وصلة الشاحن، اي حاجة تاني هتشتريها من برا. طب سعره كام؟ الستة 128 بحوالي 11800، وال 256 تقريبا هيزيد عليه حوالي بتاع 1000، يبقى 12000 وشوية. نيجي للسؤال المهم هنا، ازاي حماية عالية ضد المية والغبار وينزل في المية بسهولة ما تحصلوش حاجة، ومجرد بس 3 دقائق او 4 دقائق اقصى حد جوه الغسالة الموبايل؟ تعال اقول لك ايه اللي حصل فيه بالظبط. بعد ما نزل المية وراح لفني وتنشف وكان التليفون فاصل، اللي حصل كالاتي. الموبايل جاب معاك اي سي باور، وجاب معاك معالج، جاب معاك الرام. المشكله دي كلها جوه التليفون والمكونات من جوه صدت. الشاشه عندك هنا بالسلامه، البطاريه عليها املاح. لما الجهاز اتفحص واتشاف اتضح انه هو لا يصلح للاستخدام. عايز تكلفه، التكلفه بتاعته علشان يتصلح، وهو هيتصلح، ولكن عايز تكلفه لو هتحسبها قطعه قطعه هتكلف معاك حوالي 8 موبايل جديد. يا اما تغير لوحه كامله وشاشه. اللوحه الكامله هي البورده في التوكيل عامله 5550 جنيه، والشاشه عندك اللي هي مش اصليه عامله 1200 جنيه، والاصليه السوبر اموليد بتاعته داخله على 4000 جنيه، يعني انت دخلت في 10000 جنيه ثمن الموبايل. طب انا بحكي لك كل ده ليه؟ بحكي لك ده مش معنى ان التليفون عليه حماية ضد المية والصدمات يبقى انا نكسر ونرزع فيه وكمان ننزله كل شوية جوا المية. وصلك الفكرة؟ يعني تمام، ده عليه حماية ضد المية، لو نزل نطلعه بسرعة تبقى الامور تمام مفيش اي مشكلة فيه. خبط مني يبقى الحمد لله حصلت لوش حاجة. مش معنى انه هو عليه حماية عالية يبقى انا نغسل ايديا بيه وكمان ننزله تحت المية ونطلعه كل شوية من جوا المية ونخبطه ونرزعه ونقول ده عليه حماية. النصيحة انك انت تحافظ على الحياة بتاعتك علشان ما تتأذيش وما تتضرش. يعني يا عمر بعد اللي انت قلته ده، الموبايل سامسونج A25 ده ينفع اشتريه
واخليه جهاز معالي الاستخدام؟ طبعا الجهاز كويس جدا، محترم جدا، عملي جدا، ممتاز جدا، ولكن لازم انك انت تحافظ على حاجتك مهما كانت، لانه لو انا صنعت لك موبايل في المخرطة حديد وما حافظتش عليه برضه هيبوظ. الاهم في الاول والاخر النقطة المحورية انك تحافظ على الحاجة. ولكن موبايل اي 25 من سامسونج كموبايل يعتبر فئة متوسطة محترمة وكويسة، وينفع تشتريها وتقتنيها. ودي كل التفاصيل الكاملة عن الموبايل سامسونج اي 25 بأسعاره وتفاصيله وعيوبه ومميزاته. لو عجبك الفيديو تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو عشان يوصلك الجديد. تحياتي ليك، بحبك في الله.